الله يسامحك يا جوزي انت وعيالي. معرفش انتوا عملتوا فيا كده ليه. معرفش وحياة ربنا بجد يعني. مش عارفة، انا قلت انام ساعتين واصحى ما لاقيش ولا طبق. ليه يعني؟ ليه وديتوهم فين؟ ده انتوا لو كنتوا قاعدين كل واحد بياكل طبق من حلاوته وجماله وطعامته والقوام اللي مظبوط، ما كنتوش خلصتوا الكمية دي كلها. عملتوا ايه؟ وديتوا الحاجة فين؟ ده انا عاملة، ده انا بصوا كمية اطباق بسم الله ما شاء الله، ومشكله لكم بالانواع. عامله لكم حلويات ابو لبن. ايه؟ طلبتوا منه حاجة حلوة عملتها. ادخل انام ساعتين اصحى ما الاقيش الكلام ده كله بعد التراويح. ليه؟ عملتوا ايه؟ وديتوهم فين؟ تعالوا اقول لكم بسرعة ايه اللي حصل. طلبوا مني العيال وابو العيال حاجة حلوة. نعمل ايه نعمل ايه؟ فقلت قررت ان انا هعمل رز بلبن. قالوا ايه نطلب من بره رز بلبن؟ قلت لهم لا، إيه اللي يخليكم تطلبوه من بره؟ ده اقل طبق ب25 جنيه وب20 جنيه، ويا دوبك العلبه فيها معلقتين. لميت منهم الفلوس اللي كانوا هنجيب بيها من بره، وبعدت جبت لبن وجبت حاجات وقلت اعملها في قلب البيت. تعالوا بسرعه اقول لكم انا عملته ازاي. هتجيبي عندك مج رز وهتغسليه كويس وتنقعيه لمده 10 دقايق او ربع ساعه، بعدين هتصفيه. بعدين هتحطيه في حلة، هتحطي قصاد المج الرز قصاده 6 مجات مية. تمام كده؟ وارفعيهم على النار. سيب الرز والمية يستووا 3/4 سوا. تمام؟ وادفي عليه، وهتلاقي الرز نفش معاكي بالطريقة دي. هتاخدي منه في شفشق الخلاط حوالي كبشتين 3 كده من الرز. ليه بقى؟ ان ده النشا اللي هنربط بيه الرز. تمام. فين؟ في شفشق الخلاط. عندك الهاند برندر مفيش مشكلة، الاتنين هيدوكي نفس النتيجة. هحط هنا على الرز ايه؟ معلقتين لبن بودرة. ليه بقى؟ عشان احنا عايزين نعزز الطعم كده بقى، ونخلي الطعم بتاعه يكون حلو. معلقتين ايه يا حبايب قلبي؟ لبن بودرة او الحليب البودر. ماشي. وهحط هنا معلقتين نشا، وهحط عليهم حوالي 3 معالق كريم شانتيه. هنا كله كان في بولة واحدة، ان انا هدوبهم بشوية مية. هدوب النشا مع الكريم الشانتيه كده. وعندي كريمة لباني هنا. عندك عايزة تستغني عن الكريمة اللباني مفيش مشكلة. عايزة تضيفيها زي ما انا ما ضفتها كده، بتدي طعم حلو قوي 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 قوي. وبصوا بتخلي الطعم يزيد حلاوة على حلاوته. عندك كريمة خفق ممكن تستخدميها بدل الكريم شانتيه. تمام كده؟ دي كانت الكريمة اللباني. دول كانوا حوالي ايه؟ ربع كوبايه. تمام كده. هضيفهم على الخليط ده كله. حابه انت هنا بقى زي ما قلت لك تستخدمي الخلاط، مفيش اي مشكله. هضربهم لحد ما الرز يختفي خالص ويكون ناعم، والقوام كله يختلط ببعضه، والاقيه عمل معايا كده زي فوم. تمام كده. هنا شويه الرز اللي احنا خدناهم دول، ده ايه؟ الرز ده احنا حولناه لنشا عشان خاطر ده تبقى مادة الربط بتاعت الايه؟ الرز. وانا ضفت معلقتين نشا بس. عندي هنا الخليط ده بصي قوامه بعد ما ضربته بقى عامل زي الفوم زي رغوة كده. عندي هنا ولعت على الرز تاني. انا الرز خلاص كان استوى 3/4 سوا، كنت طفيت عليه عشان خاطر انا عايزه الرز هنا بقى يستوي كده ايه؟ في الميه. بصوا بقى، ده اللبن دول كانوا 2 كيلو لبن. على مج الرز بياخد 2 كيلو لبن. ده لبن حليب. تمام كده. لبن جاموسي او لبن حليب كامل الدسم. عايزه تستخدمي اللبن المبستر او المعلب مفيش مشكله، بس هتستخدمي معاه قشطه. عندك قشطه بقى وش اللبن قشطه معلبه، لازم تستخدمي معاه قشطه، ان اللبن المعلب مبيبقاش كامل الدسم. لكن الرز الحلو الصح بيتعمل بلبن ايه؟ جاموسي يكون كامل الدسم. انا غليت هنا اللبن وسبته على النار كده، لما هيجي شويه ضفت اللبن على الرز وهفضل اقلب فيه
انا عايزه هنا الرز بقى ايه يكمل الربع السوا اللي فاضل في ايه، في اللبن. يبقى انا كده الرزايه شربت اللبن وخدت طعم اللبن. حلو كده الكلام. هنزل بقى بالسكر. السكر هنا بقى ايه اللي يناسبك. التحليه كل واحد حسب رغبته. بتحب الحاجه حلوه بزياده، الحاجه الحلوه قليله. السكر هنا حسب الايه الرغبه. هنا اللبن والرز بدأ ايه يغلي معايا. بص ده بوريك القوام، بص بقى عامل فوم ازاي وكريمي ازاي. الطريقه دي جايباها من محلات بلبن بتاعه الرز. الرز بلبن حلو جدا. بص بقى هنزل بالخليط ده واحده واحده، سرسوب صغير كده، وهفضل اقلب فيه. ويا ريت يا حبيبه قلبي متقعيش في نفس الغلطه اللي انا غلطت فيها، اللي هي ايه بقى. الحله طلعت صغيره على الكميه، واللبن كل ما يبتدي اللي هو هيفور او ياخد وضعه عشان خاطر النشا تستوي، يحصل ايه الاقيه هيدلدق مني. فيا ريت يستحسن لو هتعملي حاجه حلوه يكون فيها فوران، استخدمي حله كبيره، او استخدمي حاجه يكون اكبر من الكميه اللي انت هتحطيها. انا هنا كل ما اقلب بص بوريكي القوام حلو ازاي، والقوام طالع معايا كريمي. كل ما اقلب احس ان اللبن خلاص هيبتدي ان هو هيفور او هيقلب، احس ان هو هيدلدق من الحله. فانا هعمل ايه، هجيب حله تانية وهقلب فيها الرز بلبن ده كله. فيا ريتني كنت عملت حسابي من الاول. فانا ما كنتش ايه، قلت لا ده الحله كبيره هتاخد الكميه. انا هنا كنت قلبتها في حله كبيره. بصوا هنا الكميه حلوه ومرتاحه ازاي. اول ما الرز بلبن يعمل معاكي الفقافيع ديت او البقلله ديت، خلاص كده تدفع عليه ان كده خلاص ان النشا استوت. اديله تقلبتين تلاتة وادفع عليه. هنا ما تقوليش لا ده لسه خفيف، او قوامه لسه سائل، او لسه خفيف. لا، اقفلي عليه عشان كده خلاص كده استوى. لما يهدأ ويبرد هيديك القوام المظبوط بتاعه. هنا كنت طفيت عليه خالص وحطيت ايه ظرفين من الفانيليا. اوعي تحطي الفانيليا وانتي مشغله النار، هتاخد معاكي درجه حراره وهتمرر معاكي الرز بلبن. خلاص انتي طفيتي، حطي الفانيليا وشيلي بقى من على النار خالص الرز بلبن. تمام كده. ابتدي بقى اللي انتي بقى حضري الحاجه اللي انتي هتغرفي فيها، سواء علب جاهزه او اطباق، او شوفي انت حابه تغرفي في ايه. بصي انا بقى بوريكي القوام المظبوط. لما بعمله كده في الكبشه او ظهر الكبشه، بصي اعمله كده الاقي ايه الخط بتاعه اتمسح. ده القوام المظبوط لنجاح الرز. هجيب عندي بقى هنا بولات من الازاز وهبتدي اللي انا اغرف الرز بلبن. شوفي انت بقى حابه تغرفي في ايه، تعملي في ايه. او انت حابه لو انت تحطيه في اطباق، في اطباق اللي هي الفويل، او في الاطباق اللي هي بتاعه المخصوصه بتاعه الرز بلبن او العلب، وحابه اللي انت توزعيها. ده بصي يبقى فضل وخير من عند ربنا سبحانه وتعالى. وزعت هنا الكميه كلها. من اهم حاجه ومن نجاح الرز معاكي لازم تغرفيه وهو سخن، اول ما ينزل من على النار على طول. ما تقوليش لا ده انا استنى لما يهدى شويه عشان الاطباق ما تطقش، لا ده انا استنى مش عارفه ايه، لا. لما يهدى معاكي او يبرد معاكي في الحله، لما تيجي تغرفيه مش هيبقى حلو. فانت اول ما ينزل من على النار على طول ابتدي اللي انت وزعيه بقى ايه في الاطباق. تمام كده. وقلت لك على الطريقه لنجاح الرز المظبوط والمقادير المظبوطه.
هبتدي انا هنا اجيب عندي ايه بقى، اللي هي الطواجن الفخار. هعملها ايه، هغرف فيها الرز وادخلها الفرن. ليه بقى؟ ان انا عايزه اعمل شويه رز بلبن يكونوا ساده، وشويه اللي انا ايه، يتحمروا او ياخدوا وش كده على ايه، على الشوايه. اصل احنا عندنا فريقين، فريق بيحب كده وفريق بيحب كده، وقلت ايه برضو اهو تغيير ونوع من الحاجه الحلوه اللي احنا بنعملها. عملنا حاجه حلوه، عملناها بصنفين، رز بلبن في الفرن ورز بلبن عادي. هنا بقى المكسرات او اي تزيين بلاش تحطيه عليه الا لما ايه، يبرد خالص او يعمل الوش بتاعه. انا عن نفسي بحب الرز بلبن يكون ساده، او عيالي بيحب الرز بلبن يكون ساده، ما يكونش عليه مكسرات. ماشي. هتعملي ايه بعد كده؟ هنغرف كل الطواجن ديت، وزي ما قلت لك هدخلها تحت الايه، الشوايه. هنا عايزه الرز بلبن وشه يطلع مكرمش، اغرفي الاطباق وغطيها على طول. الوش هيطلع معاكي مكرمش. مش حابه الوش يطلع معاكي مكرمش زي بتاع بره، خلاص سيبي الاطباق الرز بلبن هيبقى كده، بس هيديكي طبقه كرمشه خفيفه. تمام كده يا حبايب قلبي. ويا رب يحسن ما بين ايديا وايديكوا جميعا، من احلى الحلويات ومن احلى الحاجة الحلوة السهلة البسيطة اللي ممكن نعملها في رمضان ونفرح نفسنا ونفرح ولادنا ونفرح حبايبنا، الرز بلبن. وما تنسوش تدوقوا جيرانكم حبايبكم منهم. ايه العملة اللي هم عملوها فيا؟ جوزي رجع من صلاة التراويح هو والعيال، انا كنت هنا عملت الرز بلبن وخلاص. انا دخلت صليت العشاء وصليت التراويح، وقلت ايه، هخش انام ساعتين اتنين معقبال ما هما يروحوا ويجوا. ايه اللي حصل؟ هم راحوا وجم لقوا الرز بلبن على المطبخ. ده انا الحمد لله ولله الحمد اللي انا صورته وخدت اخر لقطة. جوزي بقى جاي هو والجيران كده حبايبه صحابه، قاعدين بره قدام باب البيت. مفيش، احنا كل واحد قال انا نفسي اكل حاجه حلوه. جوزي دخل خد نص الاطباق ونص الحاجه، وفرق على اصحابه وفرق على العيال، وعيالي كلوا والحمد لله ولله الحمد انه كله كل منه. انا مش شرط عندي اللي انا اكل من الحاجه او اللي انا حتى ادوق الحاجه، بس على قد ما انا ايه، احب ادوق اي حد من الحاجه او اي حد يدوق من الحاجه. ده والله بيبقى فضل وفعلا من عند ربنا، بقى فضل ونعمة. انا ايه اللي استفدته من الرز بلبن دوت؟ اخر حاجة انا بحب اكل اخر معلقتين اللي موجودين في الحلة، اللي انا متعودة من صغري ايام امي وستي الله يرحمها، اللي انا احب اخد ايه، قعر الحلة زي ما بيقولوا، او من اللي ياكل اخر الحلة. انا من عشاق اللي انا اكل من اخر الحلة. انا كنت هنا دخلت الطواجن تحت الشوايه، خدت وش. حابه هنا بقى لو عندك قشطه وش اللبن تحطيها مفيش مشكله، عندك معلقه سمنه بلدي عايزه تحطيها مفيش مشكله. انا هنا دخلته كده بنفس الطريقه دي وعمل الوش دوت. اعملي بقد الحاجه الامكانيات اللي موجوده عندك في قلب البيت، ومش شرط اللي احنا عشان عايزين ناكل حاجه حلوه اللي احنا نروح نكلف نفسنا بالزياده. هنا اقل طبق رز بلبن من بره يدوبك فيه معلقتين تلاتة ب20 وب25 جنيه. فانت على ايه لو انتوا اسره 5 افراد هتجيبي 5 اطباق. بص بوريكي الرز قوامه حلو ازاي. هنا بعد ما ايه، ما كان عدى عليه نص ساعه او ساعه الا ربع، قوامه حلو جدا. انا هنا بدوقه وكريمي، وبصوا خطير. عارفين يعني ايه كلمه خطير؟ اعملي الحاجة في بيتك وتكوني ضامنة نظافتها وضامنة الجودة بتاعتها، وبنفس الكمية اللي انت هتجيبيها من بره هتعملي اضعاف اضعافها في قلب البيت. وما تنسيش تعملي زي ما ايه، ما جوزي وعيالي عملوا، دوقوا الجيران وحبايبنا وحبايب حبايبنا واطفال الله.
والحمد لله ولله الحمد كان طعمه فعلًا، أنا اتبسطت إن عجب الكل، وأنا اتبسطت فعلًا اللي قُمت ما لقيتش منّه حاجة، ويا رب يحسن ما